كان ضباب النوم لا يزال يلفني كجلد ثان. عندما فتحت عيناي في ضوء الصباح الخافت، كان عقلي يشبه شبكة متشابكة، يحاول فصل الخيوط الباقية من الأحلام عن الواقع. تمددت، وأحاط بي الراحة المألوفة لغرفة نومي. كنت مرتدية ملابسي المنزلية البسيطة والبالية، تلك التي ترتديها فقط في ملاذك الخاص، حيث يمكنك حقا أن تريحي حراسك. ثم أدرت رأسي، كان ابني نائما بجواري. اجتاحني موجة باردة من الصدمة، شديدة لدرجة أنها شعرت جسديا، حطمت على جسدي. للحظة كنت مشلولة تماما. رفض عقلي معالجة المشهد. لم تكن هذه غرفته، هذا كان سريري، مملكته الخاصة. اختفى الهواء من رئتي. ما هذا؟ أخيرا خرجت الكلمات مبحوحة. صوتي همس أجش. هززته بقوة أكثر مما قصدت. ماذا تفعل؟ هل فقدت عقلك؟ ماذا يمكن أن يجري في رأسك؟ أنا أمك. تحرك، وفتح عينيه بحيرة. سرعان ما تحولت إلى وعي خجول مرعب. لم يقفز مندهشا، بدلا من ذلك نظر إلي وجمد دمي في عروقي. آسف يا أمي. تمتم دون أن يلتقي عيناي. آسف. همست، أتحرك بسرعة للجلوس، واضعة مسافة بيننا. أي آسف، أي صراحة تتحدث عنها. ماذا تفعل؟ كيف يمكنك حتى أن تفكر في فعل هذا معي؟ أنا من ربيتك، ألا تخجل؟ ظل يكرر فقط. أنا آسف يا أمي. بصراحة. أي بصراحة؟ طلبت، صوتي يرتجف من مزيج من الغضب وخوف عميق بدائي. قل لي، ما الذي قد يدفعك لفعل هذا؟ أخذ نفسا، والكلمات التي نطق بها بعد ذلك حطمت عالمي قطعة قطعة. حسنا، لقد كنت أسمعك أنت وأبي لفترة الآن في غرفتكما. لم أكن أعرف ماذا يحدث، ماذا تفعلان، حتى أنني في إحدى الليالي نهضت وتراقصت نحو باب غرفتكما. نظرت من ثقب المفتاح. دارت الغرفة من حولي. ابني، لحظاتنا الخاصة. ثقب المفتاح. انتهاك عميق لدرجة أنني شعرت بالغثيان الجسدي. لقد كان متفرجا على أكثر تفاصيل حياتنا حميمية، ورأيتكما تفعلان أشياء غريبة. تابع صوته منخفضا. بصراحة أردت أن أجربها. أردت أن أفعل ما يفعله أبي، لأرى ماذا يحدث للإنسان بعد ذلك. أردت أن تجربها مع أنا. كنت أصرخ الآن، كل كبح ذهب. هل أنت مجنون؟ ماذا حدث لك؟ كيف يمكنك حتى أن تفكر في هذا؟ ثم قالها، الجملة التي ستردد في روحي لأشهر. بصراحة يا أمي، كانت أجمل مما مع أبي. علق الاعتراف في الهواء، ساما وخانقا. ادعى ابني أن انتهاكه كان أجمل من حب والده. بينما طردته من الغرفة، تحطم عقلي إلى 1000 قطعة. كيف يمكنني أن أنظر إلى زوجي مرة أخرى وأنا أعلم أن عالمنا الخاص قد غزي وشوه؟ وكيف يمكنني مواجهة السؤال المرعب الذي زرعه الآن في ذهن طفلي نفسه بمقارنته المشوهة؟ غادر الغرفة وانهارت. مضت الليلة كاملة وأنا جالسة هناك بلا حراك، أفكاري عاصفة فوضوية. ابني رآنا، شاهدنا، قارن، تصرف. كان فظاعة الاعتداء أمرا واحدا، لكن كلماته أجمل من أبي. كانت كاللبلاب السام يلتف حول قلبي وعقلي. كيف عارف؟ كيف يمكن لشاب أن يكون أفضل من والده ذي الخبرة؟ هل كان مجرد تباه مريض، أم أن هناك حقيقة مرهبة مخفية في عناقات زوجي المتعجلة والروتينية التي قبلتها بهدوء لسنوات؟ كنت ما زلت محاصرة في هذا الدوامة عندما حل النهار. سحبتني الإرهاقة أخيرا إلى النوم، ونمت حتى عاد زوجي كريم من دوامه الليلي في فترة الظهيرة. لطالما كنت فخورة بمظهري. أنا امرأة جميلة، أعرف هذا. وكريم كان دائما كافيا. كانت حياتنا الحميمة جزءا هادئا ومتوقعا من زواجنا، شيء قد تصالحت معه.
لكن الآن مزقت كلمات ابن ذلك السلام إربا، وزرعت بذرة شك قبيحة. أيقظني كريم. نمت كل هذا الوقت؟ سأل مع لمسة من التهيج في صوته المتعب. شعرت بتعب شديد للتو. همست متجنبة نظراته. لا بد أنني تعرضت لبرد الليلة الماضية، ولم أستطع مقاومة النوم. سأقوم لأجهز لك الغداء. البسي ملابسك أولا، قال وهو يلين مزاجه. ألم تكوني تنتظرينني حتى نقضي معا بعض الوقت اللطيف والحميم؟ تشكلت خطة في ذهني باردة ومحسوبة. كنت بحاجة لأن أرى، كنت بحاجة لاختبار السم. بالطبع، قلت واضعة ابتسامة متكلفة. لنتناول الغداء ثم نكمل وقتنا معا. حضرت الغداء، وابني محمود يتحرك كشبح في المنزل. انسحب إلى غرفته عندما عاد والده، لكنني شعرت بوجوده ظلا صامتا يستمع. بعد أن تناولنا الطعام، ذهبنا أنا وكريم مباشرة إلى غرفة النوم. حدث كل شيء كما هو دائما، مألوف، سريع، وغير مرض في النهاية. أنهى بسرعة كعادته وغطى في النوم ليستريح قبل الدوام التالي. كانت لدي إجابتي، وكانت مدمرة. نبتت بذرة الشك إلى إدراك قاتم ومذل. بينما غادرت الغرفة مرتعشة من تأكيد عدم رضاي الصامت الخاص، كادت أن أتصادم مع محمود في الممر. كانت وجهه محمرا، وعيناه واسعتان ومذعورتان قبل أن يندفع إلى الحمام. لقد كان يستمع، كان قد سمع كل شيء. لقد تغيرت اللعبة. أصبح المتفرج الآن مشاركا نشطا ومقلقا في مأساة هو نفسه كان كاتبها. أكد لي اللقاء في الممر أسوأ مخاوفي. محمود لم يكن مجرد متلصص في الماضي، بل في الحاضر أيضا. بدأت ألاحظ كل شيء: نظراته الخاطفة، طريقة إغلاقه لهاتفه بسرعة عندما أدخل غرفته، عندما أثارت موضوع الزواج مرة أخرى، متوسلة بأن عمره 22 عاما ويحتاج لحياته الخاصة. كان رفضه شديدا. لا يا أمي، لا أريد أن أتزوج الآن. مستقبلي لا يزال أمامي. لكن مستقبله ومستقبلي كان يخنق في الحاضر. بدأت حرب باردة غير معلنة في منزلنا. بدأت أسمع حركات خافتة خارج باب غرفة نومنا. عندما يكون كريم في المنزل، كنت أعرف فقط أنه هو. كان الانتهاك مستمرا، تعذيبا نفسيا جعل جلدي يقشعر. كنت محاصرة بين حماية ابني وحماية سلامتي العقلي، واخترت الصمت خوفا من أن إخبار كريم سيؤدي لمواجهة عنيفة وطرد محمود. بدأ هذا العبء الصامت يكسرني جسديا. لمدة 4 ثم 5 أشهر سيطر علي إرهاق ساحق. لم أكن متعبة فقط، بل شعرت بأنني محطمة. جسدي ثقيل ومكسور كل صباح. كان كريم يأتي إلى المنزل من دوامه الليلي ليجدني نائمة حتى ما بعد الظهيرة. المنزل غير مهيأ، لا طعام جاهز. تحول إحباطه إلى مشاجرات مستمرة. في كل مرة أعود إلى المنزل أجدك نائمة. ما خطبك؟ كان يصرخ. لا أعرف. كنت أبكي راجعة. بصدق أذهب إلى الفراش مبكرا، لكنني أستيقظ وأشعر وكأن جسدي مر عبر مطحنة. أنا مرهقة جدا. أخيرا وبقلق أصر كريم على أن أرى طبيبا. عليك معرفة سبب هذا الإرهاق. اذهبي وافحصي نفسك. ذهبت آملة في إجابة مثل فقر الدم أو نقص فيتامينات. بدلا من ذلك نظر إلي الطبيب بعينين جادتين بعد الفحص الروتيني. أنت تتناولين مهدئات كثيرة جدا، مهدئات قوية، إنها في جسمك بشكل ثابت. كنت مصدومة. مهدئات؟ أنا لا آخذ حتى مسكنات للألم. أشرب قهوة للصداع. هذا كل شيء. لم أتناول حبة منوم في حياتي. كان الطبيب حازما. التحاليل لا تكذب. أنت تخدرين بانتظام وبدون علمك. عليك معرفة من يعطيك هذا. غادرت العيادة في حالة ذهول. العالم يميل على محوره. مخدرة.
كانت الكلمة تدق في جمجمتي، وبينما أمشي ربط ذهني رغم إرادته النقاط المرعبة: النوم العميق غير الطبيعي، الإرهاق المستمر، ووجود ابني في المنزل. بدأت شكوك مروعة أكبر من أن تحتضنها بالكامل تتشكل في أنقاض ثقتي. كانت كلمات الطبيب تتردد كجرس موت، مخدرة. بانتظام، بدون علمك، كانت طريق العودة إلى المنزل ضبابية بالغثيان والاستنتاجات المذهلة. النوم العميق، الإرهاق المحطم للجسم الذي بدأ منذ أشهر تطابق تمام مع زيادة غرابة محمود. رفضه مغادرة المنزل، استماعه على الأبواب. بدأ نمط مرعب يظهر من الفوضى. راقبته الآب بالتركيز البارد للمحقق، توتره، طريقة بقائه قرب المطبخ. ثم تذكرت الشاي خلال الأشهر الماضية. بدأ بإصرار غير معتاد، يجلب لي كوب شاي في المساءات، خاصة في الليالي التي يكون فيها كريم في دوامه الليلي. اشربيها يا أمي، ستساعدك على الاسترخاء، كان يقول. كنت أظن دائما أنها محاولة أخرق للرعاية، الآن رأيتها على حقيقتها المرجحة، طريقة التوصيل. تجلت خطة غذاها مزيج من الرعب والعزم الغاضب. كان علي أن أتأكد في ذلك المساء نفسه. قدم القدر الإعداد المثالي. كان كريم في العمل، كان فقط أنا ومحمود. مع حلول الليل تظاهرت بأنني متعبة أكثر من المعتاد، متثائبة بشكل درامي. تبدين مرهقة جدا يا أمي، قال، صوته يقطر بقلق مزيف جعل معدتي تنقلب. أنا كذلك تنهدت. كان يوما طويلا. دعني أصنع لك بعض الشاي قبل النوم، عرض بسرعة، سريعا جدا. ستساعدك على النوم بعمق. كان قلبي يدق بقوة ضد أضلعي. هذا لطيف منك يا محمود. راقبته كالصقر من مدخل غرفة المعيشة. صنع كوبين وظهره في اتجاهي. كانت حركاته متسارعة قليلا كتفاه متوتران. رأيت يدا تغوص في جيبه للحظة، حركة سريعة خاطفة فوق أحد الكوبين. أحضرهما إلي. ها أنت يا أمي، اشربيها وهي دافئة. أخذت الكوب الذي قدمه لي. شكرا لك يا بني، دعني فقط أنهي ترتيب المطبخ أولا. لا، اشربيها الآن. أصر عيناه تثبتان على الكوب قبل أن تبرد. أومأت مقربة الكوب من شفتي متظاهرة بأخذ رشفة. في اللحظة التي نظر فيها بعيدا راضيا، التفت نحو حوض المطبخ، وبدقات قلب متسارعة سكبت محتويات الكوب بأكمله في البالوعة. أشاهد السائل وأيا كان ما يحتويه يختفي. ثم قمت بأصعب فعل في حياتي. مشيت بهدوء إلى غرفة نومي، استلقيت وتظاهرت بأنني غطيت في نوم عميق مخدر. كل حاسة كانت في حالة تأهب قصوى، كل خلية في جسدي تصرخ. كنت الطعم في فخي الخاص، أنتظر في الظلام لأرى إذا كان الوحش الذي أخشاه أكثر هو الذي جلبته إلى هذا العالم. استلقيت بلا حراك في الظلام، تنفسي بطيء ومنتظم، كل عضلة في جسدي متوترة كالزنبرك. كان صمت المنزل مطلقا، ثقيلا بالترقب. مرت الدقائق، كل دقيقة كانت كالأبدية. كان ذهني يعدو، ماذا لو كنت مخطئة؟ ماذا لو كان كل هذا كابوسا من جنون الارتياب؟ لكن تقرير الطبيب كان حقيقيا، الإرهاق كان حقيقيا، اعترافه كان حقيقيا. ثم سمعته. أهدأ صرير للوح الأرضي خارج بابي، الدوران اللطيف المتعمد لمقبض الباب. انفتح الباب بهمس خافت، وشريط من ضوء الممر قطع الأرضية. وقفت هيئة مظللة في مدخل الباب. ابني دخل خطوة، مغلقا الباب خلفه، غاطسا الغرفة مرة أخرى في ظلام شبه كامل. شاهدت من خلال عينين مفتوحتين بالكاد وهو يقترب من السرير. كان تنفسه سطحيا سريعا، لم يتكلم، لم يناديني باسمي ليتحقق إذا كنت نائمة. كان واثقا من دوائه،
تلك الثقة كانت دليلي. وقف فوقي للحظة، ثم تحركت يداه. بدأ يخلع ملابسه، ثم بهدوء مخيف واثق مد يده لحافة ثوب نومي. هذا عندما تحركت بقوة ولدتها أشهر من الخيانة والخوف والغضب انفجرت من السرير. اصطدمت يدي بوجهه في صفعة دوت كطلقة نار في الغرفة الصامتة. يا مجنون! صرخت، الصوت الخام يمزق من حلقي. كنت أنت الذي يعطيني المخدرات في الشاي. كيف تجرؤ على فعل هذا بي؟ كانت الصدمة على وجهه مطلقة، تذوب سريعا في قناع من الذعر المحض. ترنح للخلف معثرا بقدميه، يتدافع ليغطي نفسه. ثم جاءت الدموع. لم يحاول الإنكار، فقط انهار في نحيب يائس متقطع. سامحيني يا أمي، أرجوك سامحيني. عوى زاحفا نحوي، لكنني انكمشت كما من النار. لم أقصد أن يصل الأمر لهذا الحد. حقي عليك، سامحيني. كان يثرثر في حالة هستيرية، ثم في حركة مفاجئة تدافع على قدميه أمسك ملابسه وهرب من الغرفة. سمعت باب المدخل الأمامي يغلق بعنف، الصوت نهائيا ومدمرا. لقد ذهب، وكنت وحيدة تماما وبرعب. انكسرت العاصفة، كاشفة الدمار الكامل الذي خلفته. كان ابني مفترسا، كان زوجي غافلا، وتركت أنا ممسكة القطع المحطمة من عائلتي، منزلي، أماني. انتهى الخطر المباشر، لكن جحيما جديدا أكثر تعقيدا كان قد بدأ للتو. هل أخبر كريم وأدمر عائلتنا إلى الأبد؟ هل أحمي ابني وأعيش مع هذا السر السام إلى الأبد؟ لا يزال الباب المغلق بقوة، يبدو وكأنه يهتز عبر المنزل، رمزا لعالم المحطم. الآن كان الخيار الأكثر استحالة أمامي: كشف أفعال ابن الوحشية وتدمير عائلتنا على الأرجح إلى الأبد، أو دفن هذا السر السام وتركه يفسد أساس حياتي من الداخل. لم تكن هناك إجابة صحيحة، فقط درجات متفاوتة من الجحيم. صمت ثقيل خانق، شعرت أنه أعلى من أي صراخ. وقفت في وسط غرفة نومي، مركز الزلزال الذي مزق حياتي للتو. لا تزال بشرتي تقشعر حيث كاد يلمسني شبح المخدر الذي كان يضعنه لي بدا، وكأنه يلوث في عروقي، ليس كمهدئ بل كنوع جديد من الرعب. ابني، طفلي. كانت الكلمات أسطوانة مشروخة في ذهني، لا تؤدي إلا إلى حافة الهوية. بدأت الجوانب العملية تخترق الصدمة. إلى أين ذهب؟ هل سيعود؟ ماذا لو آذى نفسه؟ غريزة الأم حتى الآن ترفرف تحت الإشمئزاز، لكن الأقوى كان السؤال الساحق المشلة: ماذا أفعل الآن؟ إذا أخبرت كريم سيكون هنالك انفجار. هو رجل تقليدي، فخور. العار، الغضب، سيكون لا يمكن السيطرة عليه. سيطرد محمود، سيتبرأ منه، ربما حتى يشرك الشرطة. سيصبح مستقبل ابني رمادا. زواجنا المبني على كذبة السكوت هذه سيتحول إلى ساحة معركة من اللوم والحزن. هل يمكنه النجاة مع علمه أنني أخفيت هذا عنه، حتى لو لليلة واحدة؟ إذا بقيت صامتة أصبح سجينة في منزلي الخاص، أصبح حارسة لسر يدمرني. كل نظرة من محمود ستكون تهديدا، كل لحظة وحيدة معه انتكاسة محتملة، سيكون التعذيب النفسي لا نهاية له. وكريم، كيف يمكنني أن أكون زوجة حقيقية له مرة أخرى مع هذه الحقيقة السرطانية بيننا؟ حميميتي معه الآن ملطخة إلى الأبد بشبح انحراف ابنه. بدأت هذه الكابوسة بنقص الحذر. نحن كأزواج يجب أن نكون يقظين. لحظاتنا الخاصة مقدسة ويجب حراستها. يجب أن نختار أوقاتنا بعناية. عندما يكون الأطفال نائمين بعمق، أو الأفضل ليسوا في المنزل أصلا، الأصوات التي نعتقد أنها مكتومة، الافتراضات بأنهم غير مدركين،
ليست دائما صحيحة.